ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول الإيمان بالغيب. ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الإيمان بالغيب، وقلنا هذا من صفات أهل الإيمان، ومن أعظم صفات أهل الإيمان بالغيب. الله عز وجل يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤمنون بالغيب. تقدم معنا الإيمان بالغيب بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أخبر الله عز وجل به قبل ذلك في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما حصل من في الأمم السابقة، وما سيحصل، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحصل في آخر الزمان، ومن علامات الساعة، ومما يحصل بعد الموت، ما يحصل في القبر، وما يحصل يوم القيامة. وذكر رحمه الله تعالى مسألة ما يتعلق بالإسراء والمعراج من الإيمان بالغيب، وكذلك ما حصل، ما ذكر قصة موسى مع ملك الموت. هذه الأول ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته من أمور أشياء غريبة عجيبة، أمور الغيب، الإسراء والمعراج، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في إسرائه وفي معراجه. وذكر بعد ذلك بعض أن من الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل في الأمم السابقة. فما حصل لموسى من ذلك قصة موسى مع ملك الموت هي ثابتة كما تقدم. ثم ذكر علامات الساعة وأشراط الساعة، وقلنا أن من الساعة، من أشراط الساعة منها ما هو أشراط صغرى، ومنها أشراط كبرى. الأشراط الصغرى قد ظهر منها كثير، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أشراط الساعة الكبرى فإنها لم يظهر منها شيء، وإذا خرجت منها واحدة تبعتها التي بعدها، كما ذكر العلماء. وأشراط الساعة الكبرى قلنا كم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 في حديث: الدابة، والدخان، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع شمس من مغربها، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. تقدم معنا خروج الدجال، وقلنا ثابت في السنة وبإجماع سلف الأمة، ونزول عيسى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر به في كل صلاة. نعم، من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، اقترب الوعد الحق فإذا يشخصون أبصار الذين كفروا. وأما السنة فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوحي إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، لا أحد بقتالهم، لا تستطيعون قتالهم، فأبعد بعبادي إلى الطور، إلى جبل الطور، فيصعد عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يخرج هؤلاء يأجوج ومأجوج وهم كثرة، فيمر أولهم على بحيرة طبرية، بحيرة ماء كبيرة، فيشربون منها حتى ينهوها تنتهي، فيأتي آخرهم يقول: كان هنا موجود ماء، لكثرتهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، أخرج بعثة من ذريتك بعثا إلى النار. الصحابة قالوا، خافوا من ذلك، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ واحد فقط. قال: فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. منكم رجل، هذه الأمة، ومن يأجوج ومأجوج 1000، أكثرهم يأجوج ومأجوج.
يعني لأن يعني يأجوج ومأجوج يعني كفار، فيخرجون بيأذن الله عز وجل بخروجهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح من ردمهم، كما جاء حديث يعني بعض أزواج النبي أظن أم سلمة قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا فقال: من يوقظ صاحب الحجرات لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه سبابة والإبهام مثل هذا. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليد اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه السبابة والإبهام. أيوة. فقالت: يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فقد يعني فتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر أنه فتح مثل هذا. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أن هؤلاء قوم يأجوج ومأجوج، وهذا السد الذي بناه هو ذو قرنين. نعم. قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قبل لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي إلى آخر. فهم ينقشون، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينقشون يحفرون لأجل أن يخرجوا، فيحفروا إلى أن يصلوا قريب من يعني المخرج، فيقولون سنعود غدا ولا يقولون إن شاء الله، فيأتون في اليوم الثاني وقد استد كامل، ابتنى كامل، هذا الذي حفروه قد رجع مثل ما كان، هكذا حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم، فيحفرون فيقولون سنرجع غدا إن شاء الله، ثم يأتون في الغد وهو ما زال، فيكسرون ويخرجون من كل حدب ينسلون، فيطوفون في الأرض فلا يجدون أحد، خلاص يقولون قتلنا أهل الأرض جميعا فلنقتل أهل السماء، ثم يأخذون بنبال سهام فيرمون بها إلى السماء فترجع وفيها الدم، يجعل الله عز وجل ترجع هذا السهم وفيه الدم، فيقولون قتلنا أهل الأرض فقتلنا أهل السماء، خلاص. ثم يعني يلجأ عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل، يدعون الله عز وجل، يعني أنهم يعني في جبل وكثرة ومع ذلك يعني متضايقون، قالوا يعني يرجعون إلى الله بأن الله عز وجل يقتلهم وينهيهم، فيرسل الله عليهم يعني نقف مرض فيأخذهم ويموتون كلهم موتة رجل واحد، ثم يعني ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام معه فيتأذون برائحتهم، ملأوا الأرض بالرائحة نتنة، فيدعو الله عز وجل عيسى عليه السلام بأن الله عز وجل يخرجهم، فتأتي طائر وطير وتأخذهم إلى مكان الله أعلم. ثم بعد ذلك يعني عيسى عليه الصلاة والسلام قد تقدم معنا أنه يمكث في الأرض 40 سنة، يمكث بعد نزوله من السماء 40 سنة ثم يموت. فهذا يعني مسألة يأجوج ومأجوج، بعض ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، فهم كثير جدا، وثابت خروجهم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: وخروج الدابة، وكذلك الدابة خروجها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو لا يؤمنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث 10 منها خروج الدابة. قال: وطلوع الشمس من مغربها. نعم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ قال العلماء أن تفسير هذا بعض آيات ربك أي طلوع الشمس من مغربها. قام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا جميعا، فذلك حين لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان بعد ذلك، لأن إذا طلعت من المغرب يقول الناس عندما يروا أن القيامة حق ستقوم، عند ذلك يؤمنون، فلا ينفع الإيمان بعد طلوع الشمس من المغرب، لا ينفع الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. معنى أنه من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل توبته. قال: وعذاب القبر ونعيمه، أي
ومن أشراط الساعة عذاب القبر. هكذا من أشراط الساعة مثل خروج الدجال نؤمن لا يعود على ماذا؟ فإن قريشا ولا يجوز لهم مثل أيضا ومثل نقول ومثل وعذاب القبر ونعيمه حق. قال وعذاب القبر ونعيمه حق، هذا جملة أخرى لوحدها. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فكتاب قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها أي في القبر، في الحياة البرزخية، تسمى الحياة البرزخية غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم وأيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أي في عذاب في القبر، في القبر. وأما يعني السنة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي عندما جاءه ملكان فأخذانه فمر على قوم، يعني مر على رجل يسبح في النهر، نهر دم، ويلقى كلما يعني جاء إلى طرف النهر هناك ملك يلقمه حجرا ثم يرجع. وكذلك الذين في التنور، فالتنور من نار فإذا ارتفعت أصواتهم وغير ذلك. والذي يشدخ يعني وجهه صاحب النميمة وصاحب يعني الزنا والزواني وغير ذلك مما جاء في الحديث الطويل. فثابت عذاب القبر ونعيمه ثابت حق بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، إجماع سلف الأمة. وأيضا مما يثبت عذاب القبر ما جاء في حديث ابن عباس اللي مر معنا في عمدة الأحكام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق. نعم فتنة القبر يعني سؤال الملكين. فتنة القبر هي سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة قالوا عند سؤال الملكين، عند سؤال الملكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ويعني سؤال منكر ونكير هي فتنة القبر. سؤال منكر ونكير هو نفسه فتنة القبر، هي سؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير. فاسم الملكين يعني بعض العلماء منهم الإمام أحمد، نقل عن الإمام أحمد أنه أثبت سؤال يعني اسم الملكين منكر ونكير. ذلك الشيخ ابن عثيمين يثبت هذا، يقول يعني أنهما، لكن يعني الحديث يعني بعض العلماء يضعفه ويقال لم يثبت اسم الملكين، يعني يضعف ما ثبت في اسم الملكين، ليس الحديث كله وإنما يعني اسم الملكين منكر ونكير. ولا فائدة علمنا بأسمائهم أو لم نعلم أو لم نعلم، المهم أنهما يسألان أن هناك يعني الملكان يسألان الميت ما اسمهم، هل نعرف واجب، هل في فائدة في معرفة أسمائهم؟ ليس هناك فائدة، صح؟ ليس هناك فائدة. المهم أننا نؤمن أن يعني ملكين يسألان الميت، يسألان الميت من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال والبعث بعد الموت حق. نعم كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. ومن كذب بالبعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع على ذلك وقلنا اتفقت عليه جميع الملل على البعث بعد الموت. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.